قانون العقوبات المصري ما فيهوش عقوبة على الانتحار أو حتى على الشروع فيه، والسبب في كده إن المنتحر بيعتدي على حياته هو مش حياة غيره، ولأن المنتحر شخص زاهد في الحياة فمفيش فايدة من عقابه، لأن اللي عايز ينهي حياته ويموت مش هيخاف من أي عقوبة ولا هتكون مجدية معاه، ومش هيمنعه من الموت أي عقوبة. وهنا في سؤال مهم، وهو إيه عقوبة الشريك المساهم في الانتحار طالما إن مفيش عقوبة على المنتحر نفسه؟ هنا هنفرق ما بين حالتين. لو ان الشخص ده كان دوره مجرد شريك فهنطبق القاعده العامه للاشتراك. بتقول ايه بقى؟ بتقول ان من اشترك في جريمه فعليه عقوبتها. وهنلاقي هنا ان مفيش اي عقوبه، لان اجرام الشريك بيستمد من اجرام الفعل الاصلي، والفعل الاصلي هنا فعله غير مجرم. فمثلا لو في شخص ادى المنتحر سكين عشان يقتل نفسه فالفعل هنا لا عقاب عليه. اما لو تجاوز دور الشخص ده مجرد الاشتراك بان هو قام بعمل من الاعمال التنفيذيه فيعتبر هنا فاعل اصلي في جريمه قتل مش مجرد شريك في انتحار، وبتتوافر في حقه اركان جريمه القتل العمد او الشروع فيه. سلام.